تفتكر لو في يوم من الأيام صحيت على خبر بيقول إن جيش جاي من آخر الدنيا، جيش بيتحرك بسرعة الريح وكل مدينة يقرب لها تختفي من الوجود قبل ما أهلها حتى يفهموا اللي حصل، تفتكر هتتصرف إزاي؟ هتجري، هتقاوم، ولا هتفقد الأمل من أول لحظة؟ احنا قصتنا النهاردة عن ناس ظهورهم للريح ووشهم للنار، ناس العالم كله ما كانش مصدق إنهم بشر زينا، ناس كان لما اسمهم يتقال الفرسان يرتعشوا قبل الشيوخ. دول هم المغول. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدأ. الحكاية في بدايتها بسيطة جدا، أرض واسعة فوق خارطة العالم، برد يقطع وش اللي يعدي فيها، وسما لونها رمادي زي الحزن. دي منغوليا، المكان اللي اتولد فيه الطفل اللي هيغير شكل الدنيا كلها. اتولد في سنة 1162 وسموه تيموجين. يوم ولادته كان غريب لأنه اتولد وإيده ماسكة كتلة دم، وده بالنسبة للمغول كان علامة إن الولد ده هيبقى قائد مخيف. بس البداية ما كانتش لطيفة. أبوه يوسوغي اتسمم من قبيلة التتار، وكان وقتها تيموجين طفل عنده حوالي 9 سنين. القبيلة اللي أبوهم كان زعيمها بدل ما تقف جنب الأسرة سابت الأم وعيالها في العراء. تخيل، أم وولادها في وسط البراري، لا أكل لا سلاح لا قبيلة تحميهم، لكن الجوع والقهر والمذلة. دول كانوا أول مدرسة اتعلم فيها تيموجين. كبر الولد وبدأ عقله يبقى أكبر من سنه، كان فاهم إن القبائل المتفرقة دي عمرها ما هتبقى قوية إلا لو اتجمعت، وعارف إن حياته مش هتفضل بالشكل ده طول العمر. وفي يوم اتخطف أعز ما يملك، مراته بورتا. الولد اتجنن، راح لقبيلة طغر الخان وطلب مساعدته. الراجل وافق وخرجوا في حملة صغيرة وقدروا يرجعوا بورتا. الناس اتفاجئت ان الولد ده رغم صغر سنه لكن عنده شجاعة مش طبيعية، ومع الوقت بدأ يجمع حواليه رجال أقوياء، وكل واحد كان يشوف فيه حاجة مختلفة. كان بيكسب الناس قبل ما يكسب المعارك، ولما حصلت أكتر من مواجهة ناجحة صيته بقى عالي والقبائل بدأت تلتف حواليه. وفي سنة 1206 حصل اللي ما كانش حد يتوقعه. اجتمعت كل قبائل منغوليا على صعيد واحد تحت جبل خنتي. الناس كانت تعبت من الحروب الداخلية، من الغدر، من المجاعات، وقالوا كلنا هنبايع راجل واحد، واختاروا تيموجين. ومن اللحظة دي اتسمى جنكيز خان، يعني ملك كل الملوك، الحاكم الأعظم. ومن اللحظة دي الدنيا اتشقلبت، لأن جنكيز خان ما كانش بس قائد حرب، ده كان عقلية استراتيجية، واحد يفكر بمستقبل إمبراطورية مش مجرد قبيلة. قسم الجيش لمجموعات، وكل مجموعة فيها عشرات ومئات وآلاف، نظام محدد ماشي بدقة عسكرية. وكان عنده قاعدة رهيبة: الجندي اللي يهرب يتقتل، والقائد اللي يفشل يتشال، مفيش هزار. جيشه بقى أسرع جيش في التاريخ، يقطع مئات الكيلومترات في أيام. ناس اتخلقت للحرب. وفي غزو بخارى جنكيز خان عمل خطة جهنمية، اختفى هو وجيشه تماما. الناس افتكرت انهم انسحبوا، وبعدين استخدم عربيات البضائع اللي بتخرج من المدينة ودخل جنوده مستخبيين تحتها. ولما البوابة اتفتحت كانوا جوه المدينة وقعت في يوم واحد. وفي سمرقند استخدم الأسرى كدروع بشرية قدام الجيش، منظر يخوف. وفي مدينة مرو أمر جنوده إن كل واحد يقتل عدد محدد من أهل المدينة. مكان بحاله اختفى من على الأرض. لكن وسط قسوته كان غريب إن جنكيز أحيانا يظهر كرم أو رحمة. في مرة لقى طفل صغير على أرض معركة، ما كانش قادر يقتله، أخده ورباه. والولد ده لما كبر بقى واحد من رجال البلاط. وسع جنكيز إمبراطوريته لحد كوريا شرقا وإيران غربا، ومن جبال سيبيريا شمالا لحد حدود الهند جنوبا، وبقى أكبر فاتح في التاريخ. بعد ما مات مسك الحكم ابنه أوكتاي خان، وبنى مدينة كاراكورم، وكانت مليانة تجار من كل مكان. وبعدين جه حفيده باتو خان ودخل أوروبا، دخل روسيا، بولندا، المجر،
لدرجة إن أوروبا كلها خافت إنها تنهار. الملوك كانوا بيبعتوا البعض يقولوا لو سابوك النهاردة بيوصلوا لك بكرة. لكن أخطر واحد جه بعدهم هولاكو خان. هولاكو لما دخل الشرق الأوسط كان شايل هم تدمير حضارات كاملة. أول حاجة عملها إنه هاجم بغداد سنة 1258 وأرسل للخليفة المستعصم رسالة يهدده، لكن الخليفة استسلم، ومع ذلك هولاكو أعدمه إعدام غريب. لفوه في سجادة وداسوا عليه بالخيول علشان دمه ما يلمسش الأرض. وبعدها الشام كانت طريقه. المغول دخلوا مدن كتير واحدة ورا التانية لحد ما وصلوا لحدود مصر. وهنا التاريخ وقف لحظة، لأن اللي واقف على الحدود مش أي بلد، دي مصر. ومصر مش بتقع بسهولة، وخصوصا لما يكون فيها قائد اسمه سيف الدين قطز. والعجيب إن المغول ما كانوش بيهجموا بس من غير حساب، دول كانوا بيدرسوا كل خطوة وكل قرية وكل نملة ماشية على الطريق. كانوا يعرفوا مين الحاكم اللي في البلد دي ومين القائد اللي في المدينة دي ومين اللي ممكن يقاوم ومين اللي هيستسلم أول ما يشوف الغبار اللي بيطلع من خيولهم. ولما يدخلوا مدينة كانوا يدخلوا زي الإعصار، لا بيشوفوا سن كبير ولا طفل صغير ولا بيعرفوا حاجة اسمها رحمة. الناس من كتر الرعب كانت تسمع بس إن المغول في الطريق تلاقي المدن بتفضى من أهلها، ناس تجري على الجبال وناس تسافر على الصحاري وناس تكتم نفسها في بيوتها وتتمنى إن العاصفة تعدي وما تجيش ناحيتهم. بس العاصفة دي ما كانتش بترحم، ولما حد كان يحاول يقاومهم كانوا يعاقبوا المدينة كلها علشان غيرها يتعلم. بس وسط كل ده كان في مفاجآت، كان في مدن صغيرة قدرت تقاوم وقدرت تصمت شوية ولو حتى يوم، زي مدينة نيسابور، المدينة اللي المغول كانوا شايفينها لازم تمحى من الوجود، والسبب جندي من المغول اتقتل فيها. تخيل، جندي واحد بس. هولاكو اتجنن وقرر ينتقم انتقام يخوف الأرض كلها. دخل بجيش كامل وإدى أوامر محددة، أي حد في المدينة يتحبس ويتقتل، محدش يعيش. والأغرب من كده إنهم حتى الحيوانات ما سلمتش، لدرجة إن كتب التاريخ قالت إن المدينة فضلت سنين طويلة ريحتها طالعة لحد ما الأرض نفسها رفضت اللي حصل فيها. لكن في نفس الوقت كان في جانب تاني للمغول معظم الناس ما تعرفوش، جانب غريب جدا، إنهم رغم القتل والدم كانوا بيعرفوا قيمة العلم. كانوا ياخدوا العلماء وما يقتلوهمش، خصوصا العلماء اللي يعرفوا في الفلك والهندسة والطب. وبيحكوا إن هولاكو نفسه كان عنده اهتمام بالنجوم، وكان معاه عالم فلك مسلم مشهور قوي اسمه نصير الدين الطوسي، راجل عبقري شاطر في الحساب والنجوم، لدرجة إن هولاكو كان بيقربوا منه ويسمع كلامه ويستشيره في القرارات. والعالم ده كان واحد من اللي ساعدوا في بناء مرصد مراغة، واحد من أكبر المراصد في تاريخ العلم. يعني تخيل، المغول بيدمروا العالم، هم نفسهم اللي بنوا واحد من أهم المراكز العلمية. وكان في قصة غريبة جدا، بيقولوا إن في مرة واحد من القادة المغول شاف عالم عجوز ماشي وسط المدينة بعد ما اتدمرت. الناس كانت مرمية في الشوارع والدم مال الأرض، لكن الراجل العجوز ما كانش خايف، ماشي بعصاية وبيدور على بيته اللي اتسوى بالأرض. القائد المغولي استغرب ووقفه ويسأله: انت ما خفتش مننا؟ انت ليه ما جريتش؟ العالم رد عليه بابتسامة هادية جدا وقال له: اللي خاف هرب واللي جري اتقتل، وانا ما كانش قدامي غير ان امشي، ولو ربنا كاتب لي اموت هموت، ولو كاتب لي أعيش هعيش. القائد المغولي رغم جبروته وقف ساكت، والراجل العجوز عدى جنبه وكمل طريقه كأن الدنيا حوالين الاتنين اختفت. المغول نفسهم اتقسموا جوه بعض، كان في ناس منهم بتحب العلم وتبني، وناس منهم ما تعرفش غير السيف والنار. ودي كانت واحدة من التناقضات اللي خلت قصتهم أعجب وأغرب من أي قصة تانية. ومع الوقت بدأ المغول يشوفوا حاجة غريبة، البلاد اللي بيدخلوها كانت بتغيرهم. نعم، بدل ما هم يغيروا الناس هي اللي كانت بتغيرهم. في فارس اتعلموا اللغة، في العراق بدأوا يحبوا الشعر، وفي الشام عرفوا شكل المدن اللي فيها حضارة وعلم وتاريخ. والأغرب إن المغول بدأوا يدخلوا الإسلام،
الناس ما كانوش يعرفوا معنى الرحمة، دخلوا الدين اللي كله رحمة. واحد من أكبر القادة المغول اسمه بركة خان ابن عم هولاكو أسلم، والراجل ده لما أسلم قلب الدنيا على هولاكو، ما بقاش يقبل يمدله يد ولا يشارك في غزواته، لدرجة إن بينهم قامت حرب. يعني المغول اتخانقوا مع المغول بسبب الإسلام. وفي وسط ده كله كان في مدينة واحدة وقف انتصار المغول عند حدودها واتقفل عليها الباب. المدينة اللي كانوا فاكرين إنها سهلة لكن طلعت أصعب اختبار في حياتهم. مصر، بلد ما تعرفش تستسلم ولا تعرف ترقع ولا تعرف تخاف، بلد لو اتحصرت تفك الحصار ولو اتهاجمت تقلب الهجوم انتصار. وهنا تبدأ قصة النهاية الحقيقية للمغول. ومن اللحظة دي الدنيا بدأت تاخد منحنى تاني خالص. المغول اللي كانوا بيجروا العالم كله وراهم لقوا نفسهم واقفين قصاد بلد مش زي أي بلد. مصر، البلد اللي لو حد حاول يدخلها بقلب ضعيف يضيع، ولو حد فكر يشوفها غنيمة تتحول عليه نار. وساعتها كان على العرش سلطان مختلف، سلطان ما تخافش منه، لا تطمن له، حد الناس كانت بتحبه وبتسمع صوته فتتحمس. سيف الدين قطز. قطز اللي أصلا جه مملوك واتربى من غير أب ولا أم، اتخطف وهو طفل واتباع واتقلبت حياته مليون مرة، بس بدل ما ينكسر اتصلب. اتعلم القتال، اتعلم القيادة، اتعلم الصبر، والأهم اتعلم يعني ايه يكون قلبك ثابت. الراجل اللي اتخلق علشان اليوم ده بالتحديد. ولما وصلت رسائل المغول، الرسالة اللي كل حاكم قبل كده كان يا يستسلم يا يتحرق، الرسالة اللي مكتوب فيها بصوت غطرسة: أسلموا تسلموا وإلا فوالله لقد جئناكم بقوم لا يفرقون بين حي وميت. قطز مسك الرسالة وبدل ما يخاف ضحكة غضب، ضحكة راجل مش هيقبل حد يهدد بلده. قطع الرسالة نصين وقال للجيوش والناس: يا مسلمين، مفيش حد هيخوفنا بعد النهاردة. الكلمة انتشرت في مصر كلها كأنها شرارة مسكت في قش ناشف. أهل مصر كلهم اتحركوا، العساكر، الفرسان، حتى الأطفال كانوا واقفين على الطرقات يشجعوا الجيش. البلد كلها اتحولت نار، نار إيمان، نار عزيمة. وفي نفس الوقت كان المغول نازلين من الشام بقيادة كتوبغا، واحد من أشرس القادة في تاريخهم، راجل ما بيرحمش وبيعتبر إن الهزيمة كلمة مش موجودة في القاموس بتاعه. كتوبغا كان فاكر إن المعركة دي هتبقى زي باقي المعارك، يدخل يحرق يذبح وبعدها يرجع لهولاكو يقول له الحمد لله خلصت. لكن المرة دي كانت مختلفة. قطز جمع جيشه وخرج من مصر لحد فلسطين، ومن وراه كان جاي بيبرس، القائد الذكي اللي مخه ماشي قدام رجليه بخطوتين. بيبرس اقترح خطة انه يطلع بفرقة صغيرة ويهجم على المغول هجمة سريعة وبعدها ينسحب، كأن الجيش المصري بيقع والمغول يجري وراه لحد ما يدخلوا في وادي ضيق، هناك يستناهم الجيش كله. قطز وافق وطلعت الفرقة اللي مع بيبرس وهجمت المغول هجمة سريعة. كتوبغا افتكر ان الجيش المصري اتشق فصرخ اتبعوهم وجري ومحدش فكر. دخلوا الوادي وفجأة الأرض رجت، صدى صرخات الخيول واتفتحت الجبال من كل ناحية وخرجت جيوش كاملة محاصراهم. الصوت اللي هز القلوب كلها واللي لحد النهاردة التاريخ فاكره كان صوت قطز وهو بيقول من فوق حصانه: وإسلاماه. الصرخة اللي نطي بيها من فوق حصانه ورمى خثته وقلبه تحول لجبل. صرخة لوحدها قلبت موازين المعركة. المغول اتصدموا، دي أول مرة يشوفوا ناس مش بتجري، ناس مش بتخاف، ناس بتهاجمهم بقلب مفتوح. المعركة كانت نار، سيف ورا سيف، صوت خيول بتتزحلق على الدم، صوت صراخ، صوت تكبير. السما نفسها كانت بتحارب معاهم. وبيحكوا إن قطز شاف واحد من قطه بيقع على الأرض، جري عليه وشاله بإيده وقال له: قوم، الموت النهاردة مش لينا. والراجل اتشجع وقام تاني، ودي كانت روح الجيش كله. وفي نص النزيف ده كله اتقتل كتوبغا، أول قائد مغولي كبير يقع من ساعة ما المغول خرجوا من منغوليا. وبموت كتوبغا اتفتحت ثغرة والجيش كله اتفكك والباقي هربوا وهم مش مصدقين إن في حد قادر يكسرهم، لكن مصر كسرتهم.
المغول بعدها ما حاولوش يدخلوا مصر تاني خلاص، البلد دي بقت بالنسبة لهم خط أحمر، وبقت النهاية الحقيقية لزحفهم. في كتب التاريخ بيقولوا عين جالوت اليوم اللي اتغير فيه مجرى العالم، ولو مصر ما كانتش وقفت كان الشرق كله وقع، ويمكن أوروبا كمان. بعد المعركة قطز رفع راسه للسماء وقال جملة من أصدق ما يكون: لو ضاعت مصر ضاع الإسلام. وبعدها رجع على مصر والناس استقبلته استقبال عمره ما اتكرر. البلد كلها كانت في الشوارع، الرجالة الستات والأطفال كلهم بيهتفوا، كلهم بيرفعوا الرايات، كلهم بيشكروه. وإن كانت نهايتهم على إيد مصر بداية السلام، فاللي حصل بعدها كان أعجب. المغول نفسهم اللي كانوا بيعبدوا النار والسماء دخلوا الإسلام، بلاد كاملة منهم بقت مسلمة، وبعضهم بقى علماء وبعضهم بقوا مدافعين عن الدين. بس هتفضل القصة الحقيقية إن مصر كانت البلد اللي وقفت لهم وقلبت صفحة الرعب وفتحت صفحة جديدة فيها نور وفيها أمان وفيها حضارة طلعت من قلب النار. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة من زاوية مختلفة مع عصام الجندي. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونقول كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.